مساء الفل. تخيل معايا كده انك مدرب وصحيت من النوم على مكالمة تليفون بيتقالك فيها انت اللي هتدرب النادي الاهلي، اكبر نادي في افريقيا وفي الشرق الاوسط، واللي هيشارك في كاس العالم للاندية كمان كام يوم. طبعا ساعتها انت هتبقى مش مصدق نفسك وطاير من فرح انك اخيرا هتعمل انجازات وهتاخد بطولات والجماهير تهتف باسمك والحاجات الحلوة دي. تاخد طيارتك وبتطلع على القاهرة وبتنزل اول تمرين عشان تتصدم بالواقع. هو ايه كل اللعيبة دي؟ وبعدين هو احنا هنهاجم بس ولا ايه؟ فين الدفاع؟ هو انتوا لغيتوا الدفاع؟ طب انا ما اخترتش الصفقات دي. طب ايه الحل دلوقتي؟ انا رايح العب بطوله كمان كام يوم بيتفرج عليها العالم كله. اهو ده بالظبط اللي حصل مع مدرب الاهلي الجديد خوسيه ريفيرو، واللي هيسال نفسه سؤال: هو انا هلعب ازاي بكل اللعيبه دي في كاس العالم؟ ده برنامج ريد زون اللي هنتكلم فيه عن كل حاجه تخص الاهلي. ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب ودلعني. علشان تعرف خوسيه ريفيرو هيلعب ازاي مع الاهلي في كاس العالم للانديه لازم تعرف الاول الراجل ده بيفكر ازاي مبدئيا كده. ولو بتسال نفسك هل الراجل ده له انجازات كبيره ولا لا، فانا حابب اطمنك واقول لك لا، الراجل ده بدأ مسيرته التدريبية من حوالي 6 سنين كمدرب بجد مش مدرب مساعد، وخد في ال6 سنين دول 8 بطولات. هتقولي طب ما الراجل حلو وزي الفل اهو، اقول لك دي بطولات مش معروفة يعني. وبالمناسبة يعني الراجل ده محطته الأهم كانت مع أورلاندو بايرتس، ولاعب الأهلي السنة اللي فاتت في دوري أبطال أفريقيا، ولاعب بيراميدز السنة دي، وبالمناسبة برضه خسر في المرتين. ومن خلال الفرجة على ماتشات الراجل ده مع أورلاندو بايرتس، الراجل ده دايما بيميل لخطة 4-2-3-1، وبيفضل قوي اللعيبة اللي بتعرف تطلع بالكورة وتتصرف فيها تحت ضغط. طب يا ترى بقى مين اللعيبه اللي هتناسب طريقه الراجل ده؟ تعالى بقى بص معايا على السبورت. مبدئيا كده في حراسه المرمى والسؤال الازلي: شوبير ولا الشناوي؟ وزي ما انا قلت لك ان الراجل ده بيفضل اللعيب اللي بيعرف يطلع بالكوره، فانت عارف ان دي الحاجه اللي مميز فيها مين؟ شوبير. بس انا عايز اقول لك ان الشناوي فاجئنا الماتش اللي فات في ماتش باتشوكا ان هو طلع بالكوره حلو جدا، ومش مره ولا مرتين، لا ده 5-6 مرات. وبما ان هو الكابتن وقائد الفرقه فانا الصراحه بميل للشناوي في حراسه المرمى. بالنسبه بقى لمركز الباك اليمين فانا الصراحه شايفها محسومه قوي لمحمد هاني، خصوصا ان هو كده كده ملوش بديل. حتى بديله عمر كمال عمل ماتش ولا اسوأ الماتش اللي فات، فانا شايف ان هنا محمد هاني يكون الخيار الوحيد والانسب والامثل. ويعني متعشمين خير كده ان احنا نشوف مستوى محمد هاني بتاع كل مونديال. نيجي بقى للاثنين قلوب دفاع والخناقه اللي هتبقى عندنا: اشرف داري ولا ياسر ابراهيم ولا احمد رمضان بيكهام ولا مصطفى العش؟ حابب اقول لك بالاداء اللي قدمه احمد رمضان بيكهام الماتش اللي فات، فانا بتهيألي كده هو حاجز مكان اساسي في التشكيله بتاعه الراجل ده، واعتقد يعني ان نقطه احمد رمضان بيكهام دي ما فيهاش فلاح. نيجي بقى للتاني اللي هيلعب جنب: هل ياسر ابراهيم ولا اشرف داري؟ هي الخبره بتميل اكتر لاشرف داري، الراجل واخد رابع كاس عالم مع منتخب المغرب في المونديال اللي فات. حابب اقول لك ان المركز ده هيبقى عليه خلاف شويه، بس انا الصراحه شايفها كده هتبقى محسومه لاشرف داري. ونيجي بقى للصداع الازلي في مركز الباك الشمال: هل كريم الدبيس؟ هل احمد نبيل كوكا؟ هل يحيى عطيه الله؟ حابب اقول لك ولا واحد من الثلاثه. الله ليه؟ امال مين اللي هيمسك ميسي؟ حابب اقول لك عشان خاطر ميسي ده بقى، فالراجل عايز يلعب هنا بباك دفاعي، وانسب باك دفاعي يلعب في الحته دي هو مصطفى العش. ومن خلال التسريبات كده فمصطفى العش هو الباك الشمال اللي هيلعب على ميسي في اول ماتش في كاس العالم للانديه. نيجي بقى لمعجنه نص الملعب: محمد علي بن رمضان، مروان عطيه، حمدي فتحي، اليو ديانج. تبا لكم انكم كثيرون. بالنسبه لمركز 6 فانا الصراحه بميل لمروان عطيه، الراجل معانا بقاله فتره والراجل عامل اداء كمان من بعد ما كولر ما مشي ولا اروع ولا اجمل ولا احلى، علشان كده انا شايف ان مروان ضامن مكانه اساسي. نيجي بقى للتاني اللي هيلعب جنب مروان عطيه: هل هو بن رمضان ولا حمدي فتحي؟ بالنسبه لماتش باتشوكا فحمدي فتحي لعب 45 دقيقه ولا اجمل، وبما ان برضه حمدي كده كده واخد على الاجواء في الاهلي والراجل مش محتاج ان هو يتاقلم، اللعيبه دي كلها هو عارفها وبيلعب معاها كده كده في المنتخب، انا شايف ان حمدي فتحي هيكون انسب خيار. يبقى الثنائي اللي عندنا في نص الملعب مروان عطيه وحمدي فتحي، وطبعا قدامهم بدون اي نقاش امام عاشور اللي هيكون له دور كبير قوي 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 في الماتش اللي جاي. كده كده امام طبعا احنا عارفين افضل لاعب في مصر وفي افريقيا كمان. نيجي بقى لمركز الجناح الشمال: تريزيجيه ولا بن شرقي؟ بن شرقي بقى له معانا فتره كبيره وواخد على الاجواء وعارف الدنيا فيها ايه، وهو كده كده ماسك فورمه برضه، بس انا بالنسبه لي الماتش الجاي ده تريزيجيه هيكون احسن من بن شرقي كتير، لان تريزيجيه اولا بيميل دفاعيا كتير جدا، ثانيا هو هجوميا حلو قوي، ده يكفي ان هو من اول لمسه في ماتش باتشوكا سجل جول. نيجي بقى للجناح اليمين والخناقه اللي حاصله عندنا في الجناح اليمين ما بين طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وصفقه القرن احمد السيد زيزو. مبدئيا كده بالنسبه لزيزو فالراجل كان مريح بقاله فتره كبيره قوي ما بيلعبش مع الزمالك، وكمان لما نزل لعب نص ساعه بس في ماتش باتشوكا بسبب السفر وبسبب الارهاق والاعلان عن الصفقه والحاجات دي كلها. انا شايف بقى الاجهز في المكان ده هيكون طاهر محمد طاهر. طاهر كده كده بقاله فتره كبيره قوي ماسك اساسي على حتى على حسين الشحات، والصراحه كمان الراجل هجوميا ودفاعيا زي الفل. انا عن نفسي شايف الاقرب في المكان ده هيكون طاهر محمد طاهر وبديله زيزو عادي جدا ما فيش اي مشكله. كده كده انت
محتاج يكون معاك دقة قوية اصلا. نيجي بقى لمركز راس الحربة، هل هو جراديشار ولا وسام ابو علي؟ مبدئيا كده وسام كان بيلعب مع منتخب بلده ويا دوب لسه منضم لتدريبات الاهلي، ما بقالوش تمرينه ويعتبر هيتمرن مع الاهلي 3 تمرينات. وجراديشار الحمد لله جاهز وسليم، والاصابه اللي كانت عنده في ماتش باتشوكا راحت. بس انا عن نفسي شايف الاجهز وسام كده كده هو افضل راس حربة موجود حاليا في افريقيا. طب بالنسبه لطريقه اللعب هتكون عامله ازاي؟ طبعا الباكين بتوعنا هيكونوا راجعين لورا عشان واحد منهم هيكون معاه ميسي، فهو خليه ورا ما يطلعش لقدام، والباك التاني محمد هاني خليه ورا ما يطلعش لقدام برضه. الميزه الوحيده اللي عندك هيكون هو امام عاشور، واللي هيديله الحريه الناحيه دي هيكون اللاعب اللي هيلعب مركز 8 اللي هو ان شاء الله يعني هيكون حمدي فتحي، هو اللي هيخش معاه ممكن يساعد حمدي زي ما احنا عارفين كان بيلعب مع موسيماني كان بيلعب مع كولر ساعات مهاجم تاني. المحرك للفريق ده كله هيكون امام عاشور، هو اللي هيقدر ان هو يا اما يفتح لطاهر يا اما يلعب لوسام يا اما يجي الناحيه دي لما تريزيجيه يضم، وتريزيجيه كده كده بيضم كتير، وتريزيجيه طبعا بالارتو بتاعه المشهور ربنا يستر منه. لحظه الدفاع بقى الرجاله كلها هترجع، حمدي هيرجع ومروان هيرجع، اعتقد ان حمدي هو اللي هيبقى مايل شويه ناحيه ميسي، وتريزيجيه هو كمان هيرجع، وادي طاهر يرجع، وامام كمان هيرجع، والوحيد اللي هيكون في النص ملعبهم هيكون وسام ابو علي، علشان يكون ده شكل الاهلي ساعه الدفاع. طب بالنسبه بقى لانتر ميامي والشكل اللي هم هيلعبوا بيه في الماتش ونقط ضعفهم ونقط قوتهم، مبدئيا كده هم عندهم مشكله في حراسه المرمى، والحارس لما بتتشات عليه كور ارضيه بتيجي جول، معنى كده ان الاهلي لازم يهتم بالتسديد من بره ال 18 وخصوصا الدور ده اللي هيقوم بيه امام عاشور. بالنسبه بقى للباكين بتوعهم فالباكين على الله خالص، طبعا جوردي ألبا ما بيلعبش عشان كده انا بقول لك على الله خالص، وخصوصا الباك اليمين ودي مهمتك بقى يا تريزيجيه. قلوب الدفاع بسم الله ما شاء الله تمركزاتهم في الضياع، وده اللي المفروض يستغله وسام ابو علي. طبعا اللاعب رقم 6 واللي بيطلع لهم بالكره هنا هو بوسكيتس، فما اقدرش اتكلم عنه. عندهم بقى واد موهبه هنا اسمه كريماشي، الواد ده حرفيا توتنهام عايزه، الواد ده هو اللي بيفتح هنا بيفتح لميسي عشان ميسي يخش في العمق، ويقدروا ان هم يستغلوا ان ميسي يبقى لاعب حر ويعمل فينا بقى اللي هو عايزه. الجناح الشمال بتاعهم ده كان بيلعب في سيلتا فيجو، يعني هو مش احسن حاجه الصراحه. مهاجمهم طبعا سواريز ويظل سواريز ما اقدرش اتكلم عنه. مصدر خطوره الفريق ده كله طبعا من غير ما اتكلم انت كده كده عارف هو ميسي. بعد كل اللي اتكلمنا عليه ده هل الاهلي فعلا هيعمل حاجه في كاس العالم للانديه؟ مستني بقى رايكم في الكومنتات، بس اهم حاجه اوعوا تنسوا اللايك والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.